الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مدينة الغالية موعودون بتجمع ضخم سيجتمع فيه الأبطال، وسنشهد نزالات حماسية لأبطال الملاكمة العالمية. ستتجه أنظار العالم إلى الرياض بدلا عن غزة. للأسف هكذا يتم افتتاح موسم الرياض الترفيهي في 28 من شهر أكتوبر لهذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، وبحضور الفنانين والمشاهير من أقطار الدنيا الذين دعم بعضهم جيش الاحتلال بإبادة أهالي غزة وإخواننا في فلسطين. بالرغم من حرمة الحفلات الماجنة وما يقوم به تركي آل الشيخ في هيئته الترفيهية من إلهاء لبناتنا وأبنائنا وصرفهم عن قضايا أمتهم الكبرى وقضايا المسلمين، وأن لا هم لهم بقضايا أمتهم الكبرى وخاصة قضية فلسطين، أقول لكل مسؤول في البلد إنه ليس من أخلاق الإسلام وليس من مروءة العرب أن ننشغل برعاية الرقص والترويج له وإقامة الاحتفالات، بينما يعاني إخواننا في فلسطين وفي غزة من عدوان وقصف ودماء وأشلاء. فإن لم تراعوا حرمة الدين وإن لم تراعوا أحكام الله الشرعية فليكن في الوجه ماء حياء ونخوة عربية. أقول لكل صاحب قرار في هذا البلد: أوقفوا هذه المهزلة، أوقفوا من يشوهون صورة بلاد الحرمين ويحرفون بوصلتها ولا يعبرون عن حقيقتها. بلادنا مهبط الوحي وأرض الرسالة وأرض النبوة وأرض الصحابة. مصيبة كبرى أن يصل المسؤول إلى هذه الغفلة والانحطاط، فلم يعد يكترث بقتل الأطفال والنساء ومحاولة التهجير، فضلا عن قضايا وهموم المسلمين الأخرى، بل وصل الأمر إلى الاحتفاء بالمشاهير الغربيين الذين يحتفون بالمحتل وبعمل المحتل ويقدسون أفعاله. أيها المسؤول في بعض البلاد المجاورة لنا تم إيقاف كل هذه الحفلات الماجنة تضامنا مع إخواننا في فلسطين ومراعاة للشعور العام للمجتمع بالحزن الذي أصابهم، وهذا ما يحتمه علينا ديننا وقيمنا وأخلاقنا وأعراف مجتمعنا الأصيلة، بأن نوقف هذه الحفلات في ظل هذه الظروف، ولنصرف أنظار مجتمعنا إلى الاهتمام بقضيتهم الكبرى، وكذلك لتوجيه كل اهتمامنا إلى متابعة قضية إخواننا في فلسطين. لكن لا زال حضرة المستشار تركي آل الشيخ يسرح ويمرح بفساده وإفساده كيفما شاء ومتى ما أراد، وهذا من أشد أنواع الغفلة التي تطمس قلب صاحبها، تطمسه عن الحق والقيم والأخلاق وتبعده عن المبادئ الإنسانية. ولنعلم أن هذا العمل نذير شؤم على البلاد والعباد لا قدر الله، لأن ذلك ليس من صفات المؤمنين بل من صفات الغافلين اللاهين المعرضين عن الله. هذه النوازل والأحداث التي تمر بها الأمة الواجب فيها التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. يقول الله تعالى في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها عتاب شديد على ترك الدعاء والتضرع وقت المحن حين نزول العذاب. وما يحصل للمسلمين اليوم هو ضرب من ضروب الابتلاء التي قد تكون مقدمة لحصول عذاب الله لا قدر الله، وهذا يوجب علينا الدعاء والتضرع والإنابة والاستغفار والتوبة بصدق وإخلاص، لا أن نستمر في غينا وغفلتنا. كما يوجب علينا الأخذ بأيدي السفهاء الذين يعبثون في ديننا وبلادنا وأوطاننا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم
أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.